يلا بينا من البانيه نشكل ونعمل 3 تتبيلات مختلفة ينفعونا في رمضان او في اي وقت تاني. يلا بينا، انا عملتهم معايا رمضان. اوعدكم ان كل تتبيلة هتعملوها هتكون مميزة جدا عن التانية. جبت معايا كيلو ونص بانيه. تمام. ده هنا هنبتدي نقسمه. الاول انا بغسله كويس بملح وليمون، بنقعه شوية فيهم وبغسله كويس جدا. ببتدي بقى بعد ما اغسله واصفيه كويس جدا ابتدي اللي هي الموزة دي بركنها على جنب، باخدها في طبق وباخد البانيه، قطع البانيه الرفيعة مش سميكة تكون حلوة قوي في التحمير. ببتدي احطها في طبق تاني. يبقى انا باخد الموزة هنستغلها في الشاورما، وهاخد قطع البانيه الطويل دوت بيكون معايا مناسب جدا في التحمير. لكن القطع اللي هي زي الموزة دي ببتدي انا اقطع قطع صغيرة للشاورما وهبتدي بيها الاول. تمام. ببتدي اجيب القطع السميكة في البانيه او القطع اللي هي الموزة دي، هقطع قطع شاورما. تمام. وهنعمل مع بعض تتبيلة لذيذة جدا ليها. هبتدي الاول بس اقطع البانيه كله، القطع اللي احنا اخترناها للشاورما هبتدي اقطعها كلها بالسمك اللي انتوا عايزينه. تمام. وبعد كده نجهز معايا التتبيلة. تمام. بصوا انا عملتها صوابع طويلة ازاي، عايزين تعملوها صغيرة عن كده تمام براحتكم زي ما انتوا حابين. وبعد ما اخلص الكمية كلها ببتدي اعمل التتبيلة بقى اللي بجد هتوديلي طعم الشاورما ده في حتة تانية. مية بصل. تمام. هنزل عليها بشوية توابل هكتبها لكم تحت الفيديو، اللي هي كوبيبة صيني، كاري، 7 بهارات، فلفل اسود وملح، توم باودر. تمام. حبيت ازود اضافة الفلفل الاسود شوية. تمام. وهضيف عليها كوباية زبادي بلدي او شريكة زي ما انتوا عايزين. تمام. وهبتدي اقلب الخليط بتاعي ده كويس. وهنزل هنا بمعلقة اختياري من الزعتر المجفف. وبعد ما اقلبهم كويس هنبتدي ننزل معايا بقطع البانيه اللي احنا قطعناها مع بعض. هضيفهم وابتدي اتاكد ان انا قلبتهم كويس جدا. تمام. بالتتبيله بتاعتي دي، عايزه اقول لكم التتبيله دي رائعه فوق الرائعه بجد. تمام. هبتدي اقلبها كويس جدا. وهجهز معايا اكياس تلاجة او لو عندنا مكان في الفريزر وهتحطه في علب زي ما انتوا حابين. انا بحب استعمل اكياس التلاجة احسن، مش بتاخد مساحة في الفريزر وبتسهل علينا كتير. تمام. هبتدي بقى لو انتوا حابين تقسموه على كيس واحد او كيسين زي ما انتوا حابين. تمام. انا ده كان كيلو ونص كله قسمته 3 وجبات مختلفة، عملت 3 تتبيلات مختلفة. يعني يعتبر عملت كل كيس نص كيلو. بعد ما حطيتها في الكيس ابتديت اوزعها بالشكل ده وهقفلها ونرفعها الفريزر على طول. نيجي للتتبيلة التانية. هنزل بمية بصل، علبة زبادي. تمام. هي الزبادي او منتجات الالبان بتطري نسيج اللحمه او الفراخ جدا. تمام. علبه زبادي. وبعد ما نزلت بعلبه الزبادي على ميه البصل هبتدي انزل بشويه توابل، ملح وفلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، وجنزبيل. تمام. وزي ما قلت لكم كل المكونات هتلاقوها تحت الفيديو، كل وصفه هتلاقوها بالتتبيله الخاصه بتاعتها. تمام. بعد ما اقلب التوابل كويس بميه البصل والزبادي هبتدي انزل بقطع البانيه. تمام. دي بقى هتبقى تتبيلة بانيه عادية، يعني ده البانيه ده هنحمره. ببتدي اغلفها كويس بالتتبيلة اللي عملناها مع بعض. تمام. وفي اكياس تلاجة وهنرفع الفريزر زي ما عملنا في الشاورما. والتتبيلة اللي انا جهزتها معاكم ديت انسب حاجة ليها البانيه محمر. تمام. دي كده جميلة جدا فيه. لكن التتبيلة اللي انا هعملها معاكم بعد كده هتناسب معايا بانيه مشوي وهتناسب معايا شيش طاووق. خلينا ستيب باي ستيب. انا معاكم الاول خلصت اول تتبيله ودي تاني تتبيله خلصتها، ببتدي احطها في اكياس التلاجة ونرفعها الفريزر. تمام. عايزين تقسموهم اكياس يعني على حسب الوجبات اللي انتوا عايزين تعملوها. تمام. عايزين تحطوها زي ما انا عملتها كده، كل كيس نص كيلو زي ما انتوا عايزين. طبعا ممكن تضاعفوا كميه وهتضاعفوا كميه البهارات اللي انا هنزل لكم بيها تحت الفيديو. تمام. بس لازم نفرد البانيه كده عشان يتبل كويس. تمام. ونقفل الكيس بالشكل اللي انتوا عايزينه، بس يكون كل مكان متبطط، كل مكان سهل في الفك لما اجي اطلعه عشان استخدمه. فانا بطلع منه اي هوا وببتدي ابططه بالشكل ده وهقفله وندخله على الفريزر. وهنا هدخل معاكم على بقيه البانيه. تمام. يعني احنا خدنا الموزه عملنا بيها الشاورما، البانيه قسمته لجزئين، جزء هيبقى مقلي والجزء ده هنعمله مشوي، بانيه مشوي. نزلت كوبايه زبادي عليها ميه بصل. تمام. وشويه توابل برضو هكتبها لكم تحت الفيديو. وهنا التتبيلة دي هتنفع معايا لحاجتين،
يعني انا ممكن اعمل منها شيش طاووق وممكن اعمل منها بانيه مشوي. كاري، كركم، توم باودر، بصل باودر، كزبرة، كوبيبة صيني، 7 بهارات. كل التوابل هكتبها لكم تحت الفيديو. تمام، ببتدي اقلبها كويس. وهنا هنزل عايزه اقول لكم ده اقل من ربع حزمه بقدونس صغيره متقطعه قطع صغيره جدا. ببتدي اقطع القطع الصغيره دي وهنزل بيها على التتبيله بتاعتي. وهنا هنزل باربع خمس فصوص توم بالظبط صغيرين. تمام. هبتدي اهرسهم هنا على التتبيله بتاعتي دي زي ما انتوا عايزين، بالهون او بهرسة التوم زي ما انتوا عايزين. بعد ما هرستهم هبتدي اقلبهم كويس جدا. تمام. عايزه اقول لكم ريحه التوم مخليها طعم التتبيله حلو قوي. يعني عايزه اقول لكم اصلا وانتوا بتسووا البانيه بالشكل ده انا بطلعه من الفريزر يهدى شويه بسيط، وبعد كده بشويه بشويه زيت صغيرين او حته سمنه زي ما انتوا عايزين. 5 دقايق على الوش ده و5 دقايق على الوش التاني وهتاكلوا احلى بانيه مشوي. مش بضيفه هنا ولا فيجيتار ولا في اي حاجه. تمام. وهنا كانوا احلى والذ 3 تتبيلات بالنسبه لي معتمداهم من كتير قوي. عايزاكم تجربوهم وتقولوا لي رايكم.